يلا يا اساتذه، يلا نبدا تصوير. يلا الكاميرا شغاله. هنصور ايه بقى النهارده؟ زي المره اللي فاتت. تاني زي المره اللي فاتت تاني. الاسبوع اللي فات كنت في التجمع الخامس بزور واحد صاحبي في المصنع بتاعه، وكنت بشكر له جدا في الفيديوهات البيرسونال براندنج اللي هو عاملها، وبعض الفيديوهات الستوري تيلينج كمان اللي هو عملها للبراند بتاعه. قال لي بس انا عندي مشكله كبيره جدا مع الايجنسي بتاعتي. قلت له هي؟ قال لي ان هم خلاص ما عادوش عارفين يطلعوا لي اي افكار جديده، وبقينا واقفين عند نفس النقطه وعمالين نكرر في الافكار. دلني على الحل. قلت له طب ما الحل سهل وبسيط، طب ما تعملوا برين ستورمنج. قال لي انا عارف البرين ستورمنج وبقعد بالفعل انا وصاحب الشركه وبنقعد نفكر سوا، بس في الاخر حاسس ان احنا برضه بنعيد نفس النمط وبنعيد نفس الافكار. استعين بشات جي بي تي. قال لي استعنا بشات جي بي تي وبرضه واصلين لنقطه الصفر. قلت له طيب انت كده ما قدامكش غير ان انت تعمل برين ستورمنج للمنظومه كلها. اساسا فكره البرين ستورمنج مش ان هو يبقى على قد شخصين وبس، فكره البرين ستورمنج ان يبقى مشارك فيها عناصر كتيره جدا جدا جدا. اي حد عنده فكره يقدر ان هو يحطها في البرين ستورمنج. قلت له يعني مثلا الموظفين اللي شغالين عندك في المصنع دول هم عندهم درايه كويسه جدا بالبيزنس بتاعك، لو قعدوا في البرين ستورمنج هيطلعوا لك افكار كويسه جدا. قال لي بس للاسف هم عندهم خجل، ودي مشكله فعلا بنقابلها في البرين ستورمنج. البرين ستورمنج لازم تدي طمانينه لكل العناصر المشاركين فيه ان فكرتك مهمه، حتى لو انت فاكر جوه دماغك انها تافهه، بل بالعكس ممكن واحد فينا ياخدها ويطورها ويخليها احسن واحسن. وما تقللش ابدا من اي فكره بتتقال في البرين ستورمنج. اللي انت مش محتاجه النهارده ممكن تحتاجه بكره. لو تفتكر من الفيديوهات اللي فاتت كنا بنقول كده دايما. وانت بتعمل برين ستورمنج ما تنساش تسجل كل الافكار وتدي لكل واحد مساحته انه يعبر عن نفسه، وتدي له الثقه انه يعبر عن افكاره. وحاول تسجل كل الافكار علشان ما فيش اي فكره تضيع. كل الافكار مهمه بس ممكن يكون مش ده وقتها. خزن افكارك وما تنساش مش تريح ضميرك بان انت تروح تقعد في برين ستورمنج وتلم الناس ويلا نفكر يا جماعه دلوقتي. في حاجه اسمها التحضير قبل البرين ستورمنج. لازم كل واحد يحاول يفكر مع نفسه شويه ويطلع مجموعه افكار. حاجه كمان مش بالضروره الافكار اللي انا طلعتها من البرين ستورمنج اللي فات تنفع معايا الشهر ده. في مناسبات جديده، في ايام عالميه جديده، في حاجات بتحصل في الشركه جديده، في عروض، في حاجات كتيره جدا. حتى انا مثلا كايجنسي بعمل برين ستورمنج على طول للعملاء بتوعي، وبخلي كل الناس تفكر لكل الاكونتات. اكتر حد بينجح معايا في البرين ستورمنج دايما اللي بيكون واخد مساحته كامله في انه يتكلم بحريه، وان هو مش فارق معاه الناس هتبص لافكاره ازاي. دايما بيطلع افكار حلوه وجديده. فافتكر عشان نلخصهم 3 حاجات: ادي للناس اللي معاك مساحه ان هم يعبروا عن افكارهم، عرفهم دايما بميعاد ثابت للبرين ستورمنج علشان يقدروا يحضروا ليه كويس جدا، واخر حاجه مش تكتفي ببرين ستورمنج واحد، حدد له ميعاد اسبوعي او شهري او ايا كان المناسب ليك، بحيث ان انتوا تطلعوا دايما افكار جديده. حابب اسمع منك لو حابب تستفسر عن اي حاجه خاصه بالماركتنج. شكرا جدا ليكم.